تشاو ناو. منذ تعرفي على شكري مصطفى وأنا أسافر في اتجاهين مختلفين، للخلف وللأمام. للخلف لمعرفة جذور المسألة، كيف وصلنا لمرحلة شكري مصطفى، وللأمام لمتابعة تطورات على الأرض. وكان بالإضافة لأن لحظة شكري مصطفى كانت لحظة ما يمكن أن تسميتها بآي أوبنر بالنسبة للوجه القبيح والمظلم للإسلام. كانت اللحظة التانية كانت لحظة اغتيال السادات في 81. دي كانت لحظة فارقة أيضا، مع إن بدأت أتعرف بالفعل على التنظيمات الموجودة. ما كنتش أعرف يعني إيه دي جماعة إسلامية ولا جهاد ولا الكلام ده. بالنسبة للرحلة للخلف، كانت أول محطة توقفت عندها كانت محطة الفنية حادثة الفنية العسكرية سنة 74 لصاحبها صالح سرية. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك، لو أردت الدقة يعني، تنظيم 65 الذي أعدم فيه سيد قطب. سيد قطب هذا قصة كبيرة، وعبارة عن مريض نفسي ومختل عقليا تم تصويره على أنه هو مفكر كبير. ثم بعد ذلك حادثة المنشية سنة 54، والتي حاول فيها التنظيم الشيطاني المدعو بالإخوان المسلمين اغتيال عبد الناصر في المنشية، وكان أعدم فيها على رأسهم في هذا الوقت عبد القادر عودة في حادثة المنشية. ثم بعد ذلك قبل 52 كان هناك بقى حادثة الاغتيال النقراشي، ثم اغتيال الخزندار وغيرها من الحوادث التي لم تشتهر إعلاميا. كان مثلا الإخوان المسلمين كانوا ألقوا في لحظة قنابل على أقسام البوليس في مناطق مختلفة من القاهرة والسندور السينما. فالحوادث دي لم تحظى بتغطية إعلامية كما حظي المسألة زي مثلا اغتيال النقراشي أو اغتيال الخزندار. إلى أن وصلنا للحظة فارقة جدا في التاريخ المصري، وهي لحظة تأسيس هذا التنظيم الشيطاني المدعو بالإخوان المسلمين سنة 1928 على يد مدرس خط ابتدائي يدعى حسن البنا، ومجرد خطيب غوغائي تعبوي يجيد إثارة مشاعر الناس الدينية، ليس أكثر من هذا، وليس لديه أي فكر أو علم، أو مجرد غوغائي ديماجوجي متخلف. دي باختصار الرحلة للخلف وهنعيش محطاتها المختلفة. خلال هذه الرحلة اكتشفت إن شكري مصطفى ده ليس مجرد ظاهرة استثنائية، ولكنه نتاج طبيعي جدا ومتوقع لهذا التنظيم الإجرامي المدعو بالإخوان المسلمين، وإن هو مجرد موجة من موجاتها، فرع خبيث من فروعها، بس ده مش لا جديد تحت الشمس. ده المتوقع دائما من التنظيمات الفاشيستية كتلك التنظيمات، كتنظيم اللي هو تنظيم الإخوان المسلمين. وإن شكري مصطفى هو أحد تجلياتها، كما إن أيمن الظواهري أيضا هو أحد تجلياتها. أيمن الظواهري بدأ برضه حياته في عالم الإرهاب والجريمة عن طريق بدايته كانت الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين دي ممكن اعتبارها يسمى الجيت واي، عاملة زي السجاير والبانجو. الإنسان أول ما بيبتدي في سكة المخدرات ما بيروحش على طول يروح مثلا شارب هيروين ولا كوكايين، ولا لأ، هو بيبتدي بيشرب سجاير، بعد كده يشرب بانجو، بقى أصدقاء السوق، طب تعالى نشم بودرة، الكلام ده. هي الإخوان المسلمين كده، هي السجاير والبانجو. نخش الأول إخوان مسلمين، نتغسل دماغنا ويتم السيطرة علينا. بعد كده بقى تتوجه، تروح القاعدة، تروح الجماعة الإسلامية، تروح الجهاد، تروح في 60 داهية، تروح التوقف والتبين. يعني بس هي الايه البوابة الجهنمية للجريمة المنظمة هي الإخوان المسلمين. ده بالنسبة للرحلة للخلف. الرحلة للأمام الحقيقة، لأن الفترة اللي عقبت قضية شكري مصطفى كان يبدو ان هناك شيء ما يحدث، لكن طبعا ساعتها وقتها في طبعا تغطيه اعلاميه، والاعلام التابع للحكومه كله بيكذب ويغطي، لكن واضح ان في
هناك بعض جماعات تثير بعض القلاقل أو في الصعيد، لكن تحديدا ماذا يحدث لا أحد يعلم. وأنا شخصيا لم أكن أعلم يعني إيه لا جماعة إسلامية ولا جهاد ولا كل الناس دي، لم يكن عندي أي معلومة عنهم، غير بعض الإشاعات أو الأقاويل، إنما ليس أكثر من هذا، إلى أن بدأت حدثت أحداث الزاوية الحمراء، وبعدها حدثت قرارات سبتمبر اللي هي قرارات الاعتقال الشهيرة اللي أصدرها السادات. وبعدها بشهر كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون في يوم أجازة جميل، فوجئنا إن رئيس الجمهورية بيتقتل قدام عينينا. بصرف النظر عن موقفك من السادات نفسه، اختيار رئيس الجمهورية ده وبالذات في دولة كمصر، يعني لأن مؤسساتها للأمانة مؤسسات هشة، مؤسسات الدولة نفسها كالسلطة القضائية والتنفيذية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية كلها مؤسسات هشة. ممكن اختيار رئيس الجمهورية كان يسبب خلل ضخم في الدولة أو حالة تفكك للدولة. وهو ده كان على فكرة العملية لم تكن مجرد اغتيال للسادات، ولكنها كان بهدف السيطرة على الحكم بدليل ما حدث بعدها بيوم في أسيوط، وإنهم حاولوا الأغبياء حاولوا الاستيلاء على مديرية أمن أسيوط، وقتل فيها على ما أعتقد فوق 80 ضابط وعسكري في أسيوط، لكن تم السيطرة على الأمر. بدأنا بقى نسمع آه، أسماء على غرار محمد عبد السلام فرج وفريضته الغائبة، بدأ عمر عبد الرحمن، بدأنا نسمع بقى أسماء خالد الإسلامبولي وعبد الزمر ونجح إبراهيم وكرم زهدي وعاصم عبد الماجد. بدأنا نعرف إن هناك تنظيمات بهذا الشكل في مصر بهذه القوة. آه، الأمر الحقيقة يعني طبعا كان ساعتها بقى المحاكمات وبتاع، ولا أعلم كيف حدث هذا، لكن بعد ما انتهت القضية صدر كتاب في مصر هو عبارة عن مرافعة عمر عبد الرحمن، هذا الشيخ الضرير المسجون حاليا في أمريكا سجن مدى الحياة لأنه إرهابي أو مجرم. صدر كتاب هو عبارة عن مرافعة هذا المسخ المدعو عمر عبد الرحمن، وهي عبارة عن مرافعته في قضية اغتيال السادات. وأنا واحد من الناس الذين اقتنيت هذا الكتاب للمعرفة ماذا يدور في عقل هؤلاء أو ماذا يدور في الحقيقة. كانت فرصة جيدة جدا للتعرف على الوجه المظلم والقبيح للإسلام. ما اعرفش مثلا الدولة بتمنع هذه الكتب، المفروض الكتب دي هي الدولة تنشرها، توري للناس ماذا ينتظرهم على يد هؤلاء. فتح طبعا صندوق بندورة بعد قضية اغتيال السادات، ورغم حوادث العنف التي حدثت والمحاكمات والآخر، إلا أن معظم الناس خدت أحكام خفيفة وخرجوا إما إلى أفغانستان كما حدثت الحالة مع أيمن الظاهري أو إلى شوارع مصر. وبدأت دائرة العنف من جانب الجماعة اللي اسمها حوادث اغتيال تكاد تكون بشكل شبه يعني في الأول طبعا خدت مش يومي، كان مثلا لازم يكون في حادثة، مثلا محاولة اغتيال وزير داخلية أو محاولة اغتيال كاتب أو وزير زي مكرم محمد أحمد أو عاطف صدقي. في محاولات بتجري في الشارع، في جرائم بترتكبها تلك الجماعات، بالإضافة إلى بعض الأحداث الشغب في عين شمس في الصعيد، ده بالإضافة لحوادث قتل السياح، ودي كلفت مصر لا أعلم لليوم لا أحد يحاسب هؤلاء المجرمين على الخسائر اللي كبدوها لمصر في سبب حوادث قتل السياح، وإن إزاي انتهت الكارثة بتاعت حادثة الأقصر سنة 1997. الحقيقة لما خلال هذين الرحلتين، الرحلة للخلف والرحلة للأمام، كل ما فعلته وقتها إن أنا بدأت أوصل النقاط لأكتشف إن شكر مصطفى مش حدث استثنائي، ومجرد هو حلقة في سلسلة شيطانية بتكشف الوجه القذر والقبيح للإسلام. وده إلى يعني كده المقطع قرب ينتهي، وأنا